المباراة دي تندرج تحت بند اللطافة وخفة الدم، يعني تتفرج عليه وانت بتعمل اي حاجة تانية، تلعب على الموبايل، تعمل لك سندوتش وكوباية شاي، تتخانق مع اي حد. مباراة ملهاش اي لازمة للزمالك الا لو اعتبرناها بداية جديدة مع مدير فني جديد، والفيلم ده كلنا طبعا متعودين عليه 19 مرة قبل كده. بس لو اعتبرناها بداية جديدة تبقى بداية كارثية ومصيبة سودة. ايه مستغرب اني بقول لك الكلام ده رغم ان الزمالك كسب؟ انت مصدق نفسك؟ الزمالك راح على جون النصر كام مره على استحياء، جاب جونين وكم محاوله تخاطيف كده ادوا ايحاء ان الزمالك وصل استاد اسكندريه، لكن مش دي الفرص اللي اللعيبه دي بالمبالغ اللي بيقبضوها دي يوصلوا بيها قصاد فريق دفاعه بالمنظر ده. ما هو الزمالك حتى لو مريح لعيبه ونازل بتوليفه جديده، بس اللي في الملعب دول لعيبه كبار بيقبضوا بالملايين وجايين الزمالك عشان يلعبوا اساسيين في اي وقت، فما ينفعش باي شكل او اي حال من الاحوال باي اسماء في التشكيل تلعب مباراه والفريق اللي قصادك يضيع 10 فرص مؤكده، اي فرصه فيهم ممكن تبقى جون اسهل من انك تشرب ميه من الحنفيه. يعني لو الحظ ماشي شويه مع فريق النصر السعودي المباراه دي كان ممكن تنتهي بفضيحه تاريخيه كونيه، بس يطلع لك اي فرق علوز يقول لك اصل دي اول مباراه لطارق يحيى، اصل شوقي والونش اول مره يلعبوا جنب بعض، اصل مجدي بيلعب باك شمال، اصل الثلاثه الديفندرات توفيق وابراهيم صلاح وعبد الخالق بيلعبوا مع بعض لاول مره، اصل باسم معزول عشان مفيش صانع العاب، اصل الدولار غلي. كل الكلام ده بلح. طالما في 11 لبس وتيشيرت الزمالك لازم يلعبوا باسم الزمالك وما يبقاش ده المنظر، لان اللعيبه دي انا مش جايبها من البيت. الخلاصه ان كالعاده كله عنده تبريراته واكلاشيهاته. المصيبه لما حد يطلع يقول لك دي بدايه جديده، والمصيبه الاكبر لما الاخ ده يلاقي حد يصدقه ويقولها وراه زي البغبغان. المباراه دي كارثه جديده بتنضم لسلسله الكوارث اللي بيشوفها جمهور الزمالك من اول الموسم. يا ترى هل ترى طارق يحيى وجهازه يلحقوا اي حاجه قبل مباراه قبل نهائي كاس مصر قصاد المصري كمان 9 ايام، على اعتبار انهم مكملين يعني بالمنظر ده؟ اشك. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.